قصة اليوم بعنوان الجنية العاشقة. كان اكو شاب تلبست بيه جنية عاشقة، وهاي الجنية كلش حبت هذا الشاب، فصارت تظهر له بمنامه بهيئة اجمل نساء العالم، حتى الشخصيات المشهورة قامت تتجسد بشكل هنا وتجي، فهذا الشاب كلش حب هاي الجنية وهي هم من حبته، واستمروا على هذا الحال الى ان قامت تصير ظروف غير طبيعية لهذا الشاب واللي ادت الى دمار حياته. هاي القصة كلش حلوة وراح تعجبكم، اتمنى تشاهدوها للاخير. قبل لا ابدا بالقصة اعطيني لايك واشتراك بالقناة وهسه خليكم ويا القصة. كان اكو شاب اسمه خالد، وهذا خالد عمره 18 سنة ويدرس الثانوية، وكان شكله يعني مقبول، لا هو كلش حلو ولا هو مو حلو، وكان لون بشرته اقرب للبياض. وكان خالد يمتلك نبرة صوت كلش فخمة وراقية، يعني صوته كلش حلو. وكان خالد مولع كلش بالغناء، وكان يسمع هواي من المطربين، وكان احد اهدافه انه من يتخرج يسافر للخارج حتى يدرس الموسيقى، وكان يمتع اصدقائه بغناء صوته الجميل، يعني كان يغني جماعته باحد مناطق الاستراحة اللي كانوا ينجمعون بيها. فبيوم من الايام اتفق خالد ويا جماعته ان يقضون كم ليله بالبر باحد الصحاري اللي تبعد تقريبا 200 كيلو متر عن موقعهم. وفعلا انطلق خالد ويا اصدقائه وسكنوا باحد المناطق بالبر، ونصبوا خيمهم حسب الاصول وقضوا بيها احلى الايام بين اكل وشوي وشقه وونسه ومقالب اللي كان يسويها يعني احد اصدقاء خالد. وطبعا ما ننسى صوت خالد اللي يوميا يغني لهم بالليل. وخلصت هاي الايام مال الاجازه مالتهم ورجعوا كل من لبيته. فرجع خالد لبيته، وهنا راح تبدي الاحداث الغريبه بالقصه، لان خالد بعد ما رجع للبيت صابته حاله من الاكتئاب، وصار يعني يضيق النفس عليه، وفجاه صار انطوائي وحاد الطبع وسريع الغضب، وصار بعد كثير القلق، وكان يقضي معظم اوقاته وهو ذهنه شارد وما يعرف شنو اللي قاعد يصير له. فاستمر الوضع على هاي الحال لمده اسبوع الى ان اجى هذا اليوم. كان خالد متمدد بفراشه حتى ينام ويخلص من يومه الكئيب، وما مر غير دقائق قليله الى ان غط خالد بنومه، وفجاه اخترق عقله ذاك الصوت اللي كان ينادي باسمه. صوت كان كلش غريب، مزيج بين الانوثه وصوت الافاعي، فاصاب خالد رجفه شديده بجسمه وقلبه قام يدق بسرعه، فارتفعت بروده جسمه وصار يحس بالهلع والخوف من هذا الصوت اللي يردد باسمه. وفجاه صرخ خالد بكل علو صوته ورج بيتهم كله. فامه بعد ما سمعت صراخه اجت بسرعه لغرفته وقالت له ايش بيك يمه؟ فخالد قال لها ماكو شيء، مجرد يعني كابوس بسيط. فامه قالت له ابني انت متاكد؟ فقال لها ماما اطمني ماكو شيء. وبعدها تكرر هذا الحلم باليوم الثاني، بس هاي المره بشكل جدا مختلف، وهم جت الاعراض الخالد مره ثانيه، يعني رجفه بجسمه وحرارته يعني نزلت، وكان قلبه يدق بسرعه، والخوف والهلع ملا جسمه، وصوت كلش عالي اخترق عقله وقال صوتك جميل خلودي. قالت له مرة ظهرت له فجأة، وكان شكلها جدا جميل وفاتن، وكانت لابسة فستان ناصع البياض، وكان يفوح منها عطر كلش حلو، وكان شعرها يميل للون الأشقر. فظلت هاي المرة تقترب إلى أكثر وأكثر، فاقتربت من عنده وقالت له إنه صوتك كلش عجبني بالصحراء، وظلت أني أتبعك إلى أن لقيتك. فخالد انذعر من هاي المرة وما قدر يرد من هول الصدمة. فالمرة قالت له لا تخاف راح تتعود علي. فبدت هاي المرة الجميلة بصوتها اللي يميل للأنوثة وفحيح الافاعي، ظل صوتها يتردد باذنه الى ان بدا يخفت شوي شوي الى ان راحت. فقعد خالد من نومه بس هالمره بدون صراخ، وارتابه شعور جدا مخيف من هذا الحلم، وبنفس الوقت ارتابه شعور الارتياح من صوت هاي الامراه. بس خالد لاحظ شيء غريب بشكل هاي المره، انه بعبع عيونها هذا المدور صاير بالطول. فمضى على خالد يومين بعد هذا اللقاء وهو بنفس حالته الاخيره، كئيب وانطوائي. كان يعني ما يطلع من البيت بس للمدرسه، وكان نادرا ما يطلع من البيت حتى يزور اجداده واقاربه، طبعا بعد الحاح شديد من امه وابوه اللي يظلون يلحون عليه حتى يطلع. الى ان اجى ذاك اليوم وصارت تقريبا الساعه بالوحده بالليل. كان خالد نايم على سريره وغاطي بنوم كلش عميق. سمع خالد نفس الصوت اللي سمعه سابقا، وبعدها ظهرت له هاي المره مره ثانيه، ورجعت حالته هاي مره ثانيه الخوف والرجفه بالجسد وحرارته تنزل والى اخره. قالت له هاي المره ادري بك هسه انت متعجب يا خالد، فلا تخاف اني ما راح اذيك. فخالد حس بالارتياح بعد ما سمع كلام هاي الامرأة. فخالد اتشجع وقال لها منو انتي؟ فقالت له اني جنية. فرجع خالد وقال لها بعد ما اتشجع قال لها وش رايدة من عندي؟ فقالت له من اللحظة اللي سمعت بها صوتك ارتابني الشعور جدا مختلف، فدخلت جسدك وفرضت سيطرتي كلها عليه. فرد عليها خالد قال لها لعد ليش دخلتي جسدي؟ فقالت له هذا العشق يا خلودي.
فكان خالد جدا متردد من مشاعر هاي البنية. فجزء من خالد كان خايف من عندها، والجزء الثاني من جسمه كان يحس بالارتياح تجاه هاي البنية. فقالت لي راح اخليك يا خلودي اسعد انسان على وجه الكرة الارضية. فكان سكوت خالد يوحي بالقناعة وشعور بالرضا تجاهها، وصار خالد شوي شوي يحس بالارتياح تجاه هاي الجنية. فاستمر اللقاء ذول العشاق لعدة اسابيع. فبهاي الفترة يتغير بها خالد، وصار يشعر بلهفة حتى يلاقيها. كان يعني ينتظر بلهفة حتى يصير الليل حتى ينام ويلاقيها. كان روتين خالد يعني يروح للمدرسة وبعدها يرجع للبيت وبعد ما يطلع، وكان ما يطلع خارج البيت الا ما ندر، لان كان دائما ينتظر حتى يشوف هاي الجنية، لان كانت تظهر له بشكل اجمل نساء العالم، وتظهر له بعد باشهر مشاهير العالم. وكان خالد يعني بسن المراهقة، وهذا اللي يزيد الطين بله. فبأحد الايام صارت مشكلة بين خالد واحد زملائه اللي موجودين بالصف وياه، وهذا زميله اسمه فواز. كان هذا فواز يعني صاحب مشاكل، وهو تقريبا مسيطر على المدرسة، يعني كانوا معظم الطلاب يهابوه ويخافون من عنده. وكان هذا فواز يوميا يختار له طالب حتى يتعارك وياه، وبسبب حظ خالد السيء صار الاختيار هالمرة عليه. فاجا فواز وكان خالد قاعد بالصف مالته وقاعد على الرحلة وذهنه شارد. فقال له لك اسمع، اليوم عندنا حفلة انا وجماعتي بنهاية الفصل، وايدك انت تجي وتقرانا وتضربنا. فقال خالد اني ما اقدر. فقال له فواز شنو قلت؟ فقال خالد قلت لك ما اقدر. فرجع فواز قال له عيد اللي قلته. فخالد اتنفرز من طريقة كلام فواز إله، وقال له بصوت أكثر حدة وصرامة قلت لك ما أقدر. ففواز من سمع رده رفع ايده وراد يضربه. وفجأة كان يصير شيء عجيب لفواز، لأن أثناء ما رفع ايده وراد يضرب خالد اجته نوبة صرع مفاجئة، واللي بسببها خلته طايح على الأرض. فخالد انصدم من شاف فواز بهاي الحالة. الطلاب الباقيين هم كلهم ظلوا مصدومين ومحتارين وما يعرفون شنو صار بيه. وبعدها نقل فواز للمستشفى، وبعدها رجع خالد لبيته وهو متعجب من اللي شافه، لأن صارت وياه حالة كلش غريبة، يعني شلون صار هيك بفواز، وخاصة يعني أثناء ما راد يضربه. فمرة من المرات كان خالد قاعد يسوق سيارته بسرعة كلش عالية أثناء ما هو كان راجع من مدرسته لبيته. فأثناء ما مر بسيارته بالتقاطع وهو قاعد يمشي سريع اجته سيارة مباغتة. طلعت هاي السيارة من الشارع الفرعي، فكبس خالد على البريك بسرعة حتى تتوقف السيارة، بس للأسف كان متأخر، لأن أثناء ما راد يصدم السيارة حس بنسمة هواء كلش قوية يعني بعدته عن السيارة. يعني أثناء ما رادت السيارة الصدمة يعني حس بشيء غريب، يعني بعد عن الخطر وبعد عن الحادث. وطبعا نجا من هذا الحادث بفضل الله سبحانه وتعالى. فباليوم الثاني اجت الجنية وقالت له شفت سويت بهذا الطالب اللي راد يضربك؟ فقالها خالد وهو مصدوم لا يكون انتي. وقاطعت كلامه وقالت له اي انا اللي سويتها، ما اسمح لهذا المتعجرف ان يأذي خلودي حبيبي. فبهاي الاثناء حس خالد بالخوف من هاي الجنية، بين له انه هي خطيرة، بس خالد يعني كان يحب هاي الجنية، وحبه هذا خلاه يعني يغض النظر عن هذا الشيء. فبعد مرور ايام جت ام خالد وقالت له ايش بيها بنت عمك منال، يعني ما ناقصها اي شيء، جمال ودلال واخلاق ما ناقصها شيء. فقال خالد الامه هي ما بيها اي عيب، بس يا امي انا بعدني صغير على الزواج. فعرضت ام خالد على ابنها الزواج من بنت عمه منال، بس خالد يشوف انه مساله الزواج يعني بعد هو صغير، يعني يقول انا بعدني مو مال اتزوج هسه. فامي ظلت يعني تلح عليه وقالت له على الاقل بس نخطبها حتى ما تروح من عندنا الفرصه، وانت تدخل الجامعه وتتخرج نزوجك اياها. فاقتنع خالد من فكره الخطوبه من بنت عمه منال، ووافق عليها، شافها يعني فكره منطقيه ما بيها شيء، يعني عادي يعني من يتخرج يحصل وظيفه وبعدها يتزوج، وهسه يخطبها على مود يعني يحجزها على مود متفوته الفرصه. فشافها يعني فرصه ما بيها شيء وقبل. فباليوم الثاني ظهرت له الجنيه، بس هاي المره ظهرت له بشكل بنت عمه منال. فخالد من شافه تعجب وقال جاب بنت عمي لهنا، بس بعدها عرف انه هاي الجنيه، لان عيونها البؤبه مالتها صاير بالطول، فعرف انه هاي هي الجنيه. فاقتربت له الجنيه تدريجيا وهي على هيئه بنت عمه، وقالت له شنو رايك بي؟ يعجبك شكلي؟ اقدر اتحول لاي هيئه تريدها حتى اخليك سعيد بس. فقاطع كلامها خالد وقالها بس شنو؟ قالت له الجنيه اترك هاي الانسيه، انسى تتزوج اي انسيه من هاي اللحظه وصاعدا. فقال لها ليش؟ قالت له ما اسمح لاي انسيه تاخذك مني. فقالها خالد ليش؟ بس اني يحق لي الزواج كاي بشري بهذا العالم، واتزوج بالمستقبل ويصير عندي بيت وذريه. فزادت حده نبره صوت الجنيه غضب، وكان صوتها مثل صوت فحيح الافاعي، وقالت له ما تتزوج لان انت عشيقي وللابد. فخالد ارتبك من رده فعل هاي الجنيه، وقال لها خلينا ننسى فكره الزواج هسه. فحست الجنيه انه خالد اكو شيء بداخله ويحاول يغير
الموضوع حتى يخلص من الحديث عن زواجه. وبعد فترة قصيرة سمع خالد خبر من امه انه بنت عمه منال نقلوها للمستشفى اثر نزيف حاد بالمخ بسبب سقوطها من درج بيتهم. فحس خالد انه الجنية لها علاقة بالموضوع اكيد. فبنفس اليوم وكانت الساعة بالستة بالليل وكان خالد يسوي شاي بالمطبخ مالتهم وكان شباك المطبخ مفتوح. بطريقة مفاجئة دخل قط اسود للمطبخ من هذا الشباك وكان هذا القط يحاول يهاجم خالد. فكمش خالد بايده سكينة وكتل هذا القط الاسود وبعد ما ضربه بالسكينة مات هذا القط وشاله خالد وشمره بحاوية النفايات. فباليوم التالي طلعت له الجنية كما هو المعتاد. فدخل خالد بسرعة بدون اي مقدمات وقالها انت اللي سويتي هذا ببيت عمي؟ كان خالد يحاول يقطع الشك باليقين من هذا السؤال بس كان الجواب من هاي الجنية هاي السخيفة بنت عمك كانت تستحق هذا اللي صار بيها. فقالها خالد ليش انت مصرة ان توقفين بطريق زواجي؟ فقالت له الجنية قلت لك ما اقبل اي انسية تاخذك من عندي لان انت عشيقي وللابد ما اسمح لاي انسية تاخذك مني. فقالها خالد يعني انا من حقي ان اتزوج؟ فقالت له الجنية انا ما اقبل بهذا الشيء. فقالها خالد عشقك اللي يسبب الخطر لاهلي واصدقائي واللي احبهم. فاشتد هذا الجدال بين العشيقين. فالجنية قالت له خالد ليش تسوي بي هيك بعد كل اللي سويته لك؟ فرد خالد وقال لها هو شنو اللي سويتيه انت اصلا؟ قالت له انا اللي عشقتك واتبعتك من الصحراء لهنا وانا اللي حميتك من هذا الطالب اللي راد يضربك وانا اللي حميتك من وقوع حادث السيارة. فاندهش خالد من عبارتها الاخيرة لان هي تقول انا اللي حميتك من وقوع ذاك الحادث اللي راد يسبب هذا الحادث بموت خالد. فاستجمع خالد قوته وقال لها بالنسبة لهذاك الحادث انا جيت معدي بفضل رب العالمين وما كاتب لي اني اموت انا بهذاك اليوم. فقالت له الجنية والقط الاسود نسيت؟ هذا كان هو ابن عمي، كان هذا هو ابن عمي وكان يغار من عندك لان انا احبك وهاجمك لهذا السبب وانت اللي قتلته ومع كل هذا وانت قتلت ابن عمي وانا ظليت احبك. فاندهش خالد من كل اللي قالته وعرف انه هي سبب كل هاي الاحداث الغريبة اللي صارت وياه. فراد خالد ان يخلي حد لهاي العلاقة واستجمع كل شجاعته وقال لها لازم تتركيني وللابد. فلاحظت الجنية بصرامة خالد بتوجيه الامر الها ان التركه للابد وقالت له باستهتار ما تقدر تسوي اي شيء لان انا داخل هذا الجسد ومسيطرة عليه كله. فقالها خالد راح تطلعين من عنده او مذلولة باذن الله. فصاب خالد بوقتها صوت رنين كلش عالي براسه لان هذا الجدال انقلب الى تحدي بينهم. وقعد خالد من نومه مفجوع. لاحظت ام خالد انه حال ابنها قاعد يزداد سوء وصارت حالته تصير اسوأ من قبل يعني صار يغيب عن مدرسته وصار شديد الاكتئاب وحزين جدا وكان بعد كل الوقت شارد الذهن لان كان مهموم بالازمة اللي صارت له وهو تحدي ويا هاي الجنية. فشكت ام خالد انه خالد ملبوس ومصاب بمرض روحي. فاقترحت على ابوه انه ياخذوه الشيخ روحاني. فقنع ابوه هذا الشيء وقنعوا خالد. ومن راحوا للشيخ بدا الشيخ يقرأ على خالد ومرت اول ربع ساعة وكان خالد كلش طبيعي. بعد هاي الربع ساعة بدا خالد بالتغير لان صار خالد يصرخ ويتألم وكان بعد يملخ وجهه ويشل اجزاء من شعره وبعد صوته قام يتغير. وظل مستمر الشيخ بالقراءة وظل يعلي صوته اكثر وكل ما الشيخ على صوته اكثر زاد صراخ عادل اكثر الى ان خالد وجه ضربة كلش قوية لهذا الشيخ وبسبب هذه الضربة وقع الشيخ بالقاع وبعدها رجع قام وبدا يقرأ مرة ثانية. صبر هذا الشيخ وتحمل ظل يقرأ مرة ثانية واستمر هذا الشيء عدة جلسات وكان الصراع بين الجنية والشيخ مستمر. فهنا نزلت دموع ام خالد بعد ما شافت ابنها دا يصارع الموت بهذا الشيء لان دا يشوف ابنها كلش دا يتعذب ويتألم وبعد تعب وجهد كلش طويل اخيرا طلعت الجنية من جسد خالد وتركته للابد. وبدا خالد يستعيد عافيته شوية شوية وصارت امه تشعر بالسعادة لان نشوف ابنها رجع صحته من الفرح كأنه روحها هي اللي رجعت. بس لهنا وما انتهينا لان كل شيء له مقابل لان طلعت هاي الشيطانة من خلال حريق خالد لان سببت بتلف معظم الحبال الصوتية الخالد وصار صوت خالد يعني مبحوح وراح ذاك الصوت الجميل اللي كان كل ما يغني يطرب الموجودين. فالنعمة انقلبت الى نقمة. ولهنا حبايب قلبي انتهت القصة. اتمنى يا شباب هاي القصة نالت اعجابكم. اذا وصلتوا لحد هاي النقطة اتمنى تعطوني لايك واشتراك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل فيديو جديد انزله اول باول. وبعد اذا كنت ما شايف الفيديوهات السابقة فاتمنى ان تروح تشوفنا كلش حلوات وراح يفوتنك. وبس حبايب قلبي هسه قلتلكم سلام. بويا كافي. وفعلا انطلق خالد ويا اصدقائه وسكنوا بويا كافي ليش يلعبن اليوم؟ والله اخترع الخرب انه خرب يومك.
والله نسيت. عبالي هاي جنية. طبعا يسأل انه ملابسك شلون تغيرت في هذا الفيديو ورا يومين من ذاك الفيديو اللي صورته بالتيشيرت الاحمر، لان بوقتها خلصت شحن الكاميرا قلت بعدين اشحنها واصور، بس صارت الظروف وشغل ووضعيتي يعني كلش صارت تعبانه، فما قلت الا ورا يومين يلا اصور.